السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة وهنا وأيامكم كلها فرح، ويبلغكم شعبان ورمضان على خير يا رب العالمين، وانتوا في أتم الصحة وحال وتفاؤل وهنا وسرور وسعادة بإذن الله. احنا النهاردة هنتكلم عن رؤية سقف المنزل أو البيت في المنام يا جماعة. ايه هي رؤية السقف المنزل او البيت ده؟ السقف ده عبارة عن الرجل او الست او الابن. طيب لما نشوف السقف منور ومدهون وشكله جميل كده، ده بتبقى في عيشتك فيها استقرار، وجوزك كويس معاكي والدنيا متظبطة معاكي، وولادك كويسين معاكي او ابنك كويس معاكي، والدنيا ماشية معاكي كويسين الحمد لله. ده رؤية السقف كده في المنام يا جماعة. طيب رؤية السقف في المنام لو بينزل بيهل عليكي او بيقع او يعني بيوقع حاجات عليكي، تراب او حاجات او اللي هو الدهان بيقع او كده، ده بتبقى مشاكل بينك وبين زوجك، بينك وبين المدام، بينك وبين ابنك. دي بتبقى مشاكل داخل عليك، ديون، ضيقة مادية، هموم، قروض، مشاكل على ورث، دلل على مشاكل لو لقيت ان السقف بيهل عليك كده. طيب لو لقيت ان السقف بينزل مية من اماكن كده ومية نظيفة ونازلة عليك مية نظيفة، في رزق داخل عليك ويخش عليك رزق من حيث لا تحتسب يعني بقولك رزق كتير جدا. ممكن يكون ورث، ممكن علاوة في شغل جوزك، ممكن علاوة في شغلك، ممكن فلوس جايالك من بابا الله، يعني في فلوس داخلة عليك. دي المية اللي نازلة بتنقط عليك، دي فلوس، وتكون المية نضيفة وكويسة. بالنسبة للسقف للبنت العزباء، لو شافت ان هم بيتهم، يعني لو شافت ان هي قاعدة او شافت سقف بيتبني او شافت سقف هي واقفة عليه، فده ان شاء الله بيكون زواج ليها او خطوبة قريبة ليها جدا، لان هو السقف بيتبني، السقف بيتصب، فحاجة داخلة عليها جديدة، في خطوبة. لان احنا قلنا ان السقف ده رجل المنزل او ست المنزل، فده البنت العزباء بيبقى زواجها من واحد كويس جدا. رؤية يا جماعة لا قدر الله الهددان او وقعان السقف ده رؤيته غير محمودة، فنشوفها نصلي كده وندعي ونطلع صدقة. فدي رؤية المنزل، رؤية السقف المنزل او البيت يا جماعة. فاللي عنده اي استفسار او اي رؤية يخش معانا في التعليقات تحت الفيديو من تحت ويكتب له، وان شاء الله نكون معاكم وهرد عليكم باذن الله. يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس.